بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. إن شاء الله يا شباب هنشرح مع بعض الفصل الثامن. تمام. احنا كنا شرحنا لكم اللي بعد كده، معلش أخرنا عليكم في الفصل الثامن لظروف كده معينة، وادينا بنشرحه لكم أهو. إن شاء الله هننزله لكم في أقرب وقت، أو هينزل لكم في أقرب وقت بإذن الله. تمام. قال لك الفصل الثامن بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الجرام بوزيتيف. في الفصل التاسع شرحت لكم الجرام نيجاتيف. تمام. يبقى الفصل الثامن اكيد، وقلت لكم ان في الفصل الثامن بيتكلم عن الجرام بوزيتيف باسيلاي، والفصل التاسع بيتكلم عن الجرام نيجاتيف باسيلاي. فاحنا خدنا النيجاتيف، النهارده هنتكلم ان شاء الله على الجرام ايه؟ على الجرام بوزيتيف باسيلاي. تمام. تمام. قال لك ان الجرام بوزيتيف باسيلاي دي في منها نوعين، في منها ايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي اللي هي الايه، اللي هي الكرومي بكتيريوم ديفيتري، دي الانيروبيك، دي الايروبيك. انما الانيروبيك بقى، الانيروبيك اللي فيه منها نوعين، ودول برضه هناخد التلات انواع بالتفصيل. يبقى عايزك تعرف ان في نوع من البكتيريا ايروبيك اللي هو الكروني بكتيريوم ديفيتري، الكروني بكتيريوم ديفيتري، ده النوع الاوروبيك اللي هو هوائي، يعني ما يحتاج لهواء واللي هو اكسجين يعني عشان يبتدي يحصل له مالتبلاي وكده ويتكاثر. خلاص. تمام. انما بقى الانيروبيك اللي مش عم يحتاج لهواء ان هو يتكاثر، اما يتكاثر في الظروف العاديه، ده طبعا برضو تبع الجرام بوزيتيف. يعني احنا مش ملناش دعوه بالجرام نيجاتيف خالص دلوقتي، احنا بنتكلم عن الجرام بوزيتيف بس الله. خلاص. فقال لك ان الجرام بوزيتيف بس الله في منها نوعين، في منها بكتيريا ايروبيك وفي منها بكتيريا انيروبيك. البكتيريا الايروبيك اللي احنا قلناها زي الكوروني بكتيريوم ديفيتري، ودي هناخدها بالتفصيل دلوقتي. تمام. والانيروبيك بقى، الانيروبيك قال لك في منها نوعين، في منها السبور فورمينج اللي هي بتكون جراثيم، اللي هي الكوليستريديا، الكوليستريديا. تمام. اللي مش بتكون جراثيم بقى الباسيلايز، الباسيلايز اللي مش بتكون جراثيم. خلاص. تمام. دي المقدمه بتاع المحاضره، حاجه بسيطه. هنبتدي بقى في البكتيريا اللي معانا والمورفولوجي بتاعها والديسيز والباثوجينز والديجنوز بتاعها، وكل دوت هناخده بالتفصيل عن كل نوع من البكتيريا سواء كانت ايروبيك او ان ايروبيك. خلاص. تمام. اول حاجه هنتكلم عن البكتيريا الايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي اللي هو الايه، الكروني بكتيريوم ديفيتيريا. قلنا ان الكروني بكتيريوم ديفيتيريا دي نوع من الجرام بوزيتيف اللي هي ايروبيك. خلاص. تمام. قال لك المورفولوجي بتاعها اللي هي المرضيه بتاعتها ان دي جرام بوزيتيف. خلاص، احنا متفقين من بدري ان هي جرام بوزيتيف. قال لك نون موتيل، يعني مش بتتحرك، ما عندهاش حركه. نون سبورز، ما عندهاش اهداب برضه عشان تعرف تتحرك. لما هي نون موتيل اصلا، لما هي مش حركيه، يبقى اكيد نون سبورز على طول. هودتكم او قلت شرحت لكم في الفصل التاسع وقلت لكم اول ما تلاقي نون سبور يبقى مفيش موتيله على طول، دي مش عايزه كلمتين. خلاص. هي ما عندهاش اهداب عشان كده مش بتتحرك. خلاص. تمام. قال لك فورمينج اند نون كابسوليتد، يعني التكوين بتاعها مش بيكون متكون من ايه، كابسوليتد باسيلاي arranged in انجلز giving الريز تو China's letter ايه appearance، يعني مش عم تدي زوايا او مش عم تبان ان هي محبوسه في زوايا زي الكبسول كده، لا، المورفولوجي بتاعها او الشكل بتاعها قال لك ان هي جرام بوزيتيف نون موتيل، يعني مش متحركه، ونون سبور، ما عندهاش اهداب، ما عندهاش رجول يعني تتحرك بيها. عشان كده مش كابسوليتد، يعني ايه، مش محبوسه كده ومترتبه في زوايا مع بعضيها عشان تقدر تبان بتاعها او المظهر بتاعها. تمام. فعشان كده هي ايه، هي نون موتيل ونون سبورز، يعني ما عندهاش ارجل عشان تتحرك. خلاص. تمام. بعد كده قال لك ديسيزز، الامراض بقى. قال لك الامراض، قال لك كوزيتيف اورجانيزمز اوف الديفيتيريا، بتعمل كوزيتيف، يعني بيكون عندها ديفيتيريا مجابه. هي اصلا اسم البكتيريا اللي بتسببها الديفيتيريا، هي بكتيريا الديفيتيريا اصلا، فمن الديسيز بتاعها الايه، الديفيتيريا. خلاص. تمام. بعد كده قال لك حاجه كمان، السورس اوف انفكشن، مصدر العدوى دي. قال لك اكوز اور هيلثي كاري اوف باي ايه، باي دروبلت انفكشن، يعني هتبتدي تاخد الانفكشن دي عن طريق الدروبلت، عن طريق الرذاذ. تمام. الرذاذ اللي هو الايه، عطس، مش عارف، كحة، الكلام ده. تمام. فان مصدر العدوى بتاع الديفيتيريا دي بتكون عن طريق الدروبلت انفكشن. خلاص. يبقى تاني، يبقى السورس اوف انفكشن، عشان دي مهمه حته السورس دي، السورس اوف انفكشن او اللي هو الترانسميشن بتاعها، يعني بتنتقل عن طريق ايه. جالك اكوزيس اور هيلثي كاريرز، اللي هو الحامل للمرض دوت عما يبتدي ينقل لشخص سليم عن طريق الدروبلت. تمام. تمام. نيجي بعد كده للايه، للباثوجينيز بتاعتها، المسببات المرض بتاعتها.
قال لك ذا برايمري ليجن اوكيور، اللي هي الآفة الأولية أو المرض الأولي أو معنى أصح الكومبليكيشن الأولية اللي بتبتدي تحصل اوكير ان ذا ثروت اور النيزوفارينكس، بتحصل في الحلق، في الثروت اللي هو الحلق، أو النيزوفارينكس في البلعوم. يبقى خد بالك من دي. قال لك أول حاجة بتبتدي تضربها الديفتيريا في النيزوفارينكس والثروت اللي هو البلعوم. خلاص، اوعى تنساها دي. تمام. قال لك كاركترستيك باي فورميشن اوف البيسود ممبرين، يعني ديت عم تتميز بتكوين غشاء زائف، يعني غشاء كده ملوش لازمه، اللي هو كانت يعني زي ما اقول لك ايه، ما يحور عليك، يعني لما اقول لك حوار مش موجود، هو كده الغشاء ده غشاء زائف. يعني ايه؟ يعني مش غشاء حقيقي. خلاص. دي اللي هي بيتكون في النيزوفارينكس، او بتتميز الديفيتيريا دي بان هي تكون في النيزوفارينكس ديت الغشاء دوت عشان تقول انا موجوده يعني. تمام. تمام. قال لك the organisms multiplies at the primary sites and product protein endotoxin او اكستوتوكسين، لا اكستوتوكسين. قال لك ان الكائنات دي عم تبتدي تتكاثر في المكان اللي عم تروح فيه، وعم تنتج سموم خارجيه قويه، اللي هي بوتنت يعني قويه، عم تبتدي تنتج السموم دي عشان تروح. يبقى قلنا اول حاجه هتضربها ايه؟ الثروت والنيزوفارينكس. خلاص، هي راحت النيزوفارينكس، ضربت النيزوفارينكس اللي هي الديفتري. تمام. تمام. قال لك كونت ممبرين كده بيزديو يعني ممبرين زائف كده مش حقيقي. فقالت انا موجوده، هبتدي بقى اعيش في المكان ده، هعمل مالتيبلاي بتاعي، هتكاثر هنا في المكان ده اهو، وهطلع لك سموم اكستو يعني بره الخلايا كده عشان اضرب غير الايه النيزوفارينكس. بس انا لقيت مثلا النيزوفارينكس ده المكان المناسب ليا، او اول مكان دخلته والناس رحبت بيا هنا وجايت لي اتفضل والدنيا حلوه، فانا خلاص هخش واتكسر هنا براحتي. تمام. تمام. قال لك الاكستوتوكسين ديفيوز طول بلاد ستيم، ان السموم الخارجيه دي المنتشره في البلاد ستيم في مجرى الدم لي تو ايه باراليسيس اوف السوفت بلاتيليت، يعني قال لك عم تؤدي لشلل في الايه في البلط، يعني بتؤدي لشلل في البوج كده. تمام. يبقى السموم الخارجيه، السموم لما بتيجي تنتشر في الثروت الحلق والنيزوفارينكس البلعوم كده، تيجي تبقى اكستوتوكسين يعني تطلع لبره، فهتؤدي ليه، او مع مجرى الدم تيجي تطلع لبره فهتؤدي لشلل، فبتعمل ايه سوفت بالبيت يعني بتعمل شلل. خلاص. وشلل في الاي في العين، وكمان الماسلز العضلات، والاكستريمتيز الاكستريمتيز الاطراف، والهارت ماسلز اللي هي العضلات الجلبيه. والاكشن اوف التوكسين از فيزابل، يعني ايه لا رجع فيه، يعني السموم او السموم اللي بتسببها الاكستوتوكسين دي زي ما خدت في الجدول تقريبا في الفصل السادس الخطوره بتاع سموم الاكستوتوكسين، وشرحتها لكم بالتفصيل وقلت لكم ركزوا عليها عشان مهمه جدا اهو، عشان تعرف خطوره الايه الاكستوتوكسين. بقى قال لك بتاثر على الماسلز عضلات، على الاي، على الاكستريميتيز، وكمان على الهارت، على القلب، الماسلز بتاع الهارت كمان. وان السموم بتاعتها دي مش راجعه فيه، طالما اصبت بسموم اكستوتوكسين خلاص بقى هيحصل لك مرض، هيبقى عندك ديفيتيريا. خلاص. ده نيجي بعد كده لايه كمان في الديفيتيريا. قال لك الليبراتوري دايجنوزس، التشخيصات المعمليه بتاعتها. تمام. التشخيصات المعملي او المختبري بتاع الديفيتيريا، الدايجنوزس اوف الجزء، التشخيص الحالي. قال لك السبيسمين العينات او المساحات سواب فروم ذا ممبرين، يعني هناخد مسحه من الغشاء من الممبرين اللي هو موجود في الحلق، هناخد مسحه من الممبرين دي وبتعمل عن طريق جهاز معين كده، فبنعرف هل موجود ديفيتيريا عند الشخص دوت ولا لا. تمام. تمام. الدايركت سميرز بقى، الدايركت سميرز اللي هي المساحات المباشره، ستيند ويز الجرام ستين تو شو ذا مورفولوجي، اللي هو ده يعني ملطخه بصبغه عشان تظهر التشكل بتاع الايه المورفولوجي، التشكل الايه الجرام دي. يعني لو ظهرت ايه المورفولوجي بتاعها، يعني ظهرت مثلا عندك بكتيريا نون سبورز ونون موتيل مش بتتحرك، يبقى كده هنتوقع مش هنتاكد ان هي ديفتيريا، لما نبتدي نتاكد عن طريق الايه السبيسمين او الكالتشر او اللي احنا هنقولهم تاني دلوقتي. تمام. تمام. بعد كده الكالتشرال قال لك ان الثقافه بتاعتها دي مالها، او الزراعه بتاعتها او المنطقه اللي بتيجي تنمو فيها اكتر. قول لوفلر سكيريوم ميديوم، اللي هو على وسط مصل لوفر. قلنا اللوفرز اللي هو العالم شاف الكالتشرال دي او خد البكتيريا دي وابتدى يحطها في المزرعه دي، فابتدت البكتيريا تتكاثر بالشكل المطلوب واتكسرت، وقالت البيئه دي صالحه ليا وانا هتكسر هنا، فراح هو
نزل او جال كده فسمى الكالتشرال دي على اسمه. خلاص، يبقى عايزك تعرف ان الكالتشرال بتاع الديفيتيريا دي بتكون ايه، او على اسم العالم اللي هو اللوفيرز سيريوم ميديوم في وسط ايه لوفير. خلاص تمام. بعد كده اللي قال لك الايه التوكسيتيسيتي تيست، اللي هي الاختبارات السميه تو ديتكت ابيليتي، الكشف عن الابيليتي قدره الاورجانيزمز تو بروديوس الاكستوتوكسين. هنكشف في الحالة دي، هنشوف السموم بتاعتها هل هي قادرة ان هي تفرز اكستوتوكسين كتيرة ولا قليلة. فلو هتفرز اكستوتوكسين كتيرة، لا احنا نلحق نفسنا بسرعة عشان الاكستوتوكسين دي خطيرة. انما لو هتفرز اكستوتوكسين قليلة، لا مش هتقولي لا مش هنلحق نفسنا، لا هنلحق نفسنا. بس ايه، بس مثلا لو حصلت ظروف مثلا او اخرت في حاجة فده عادي بالنسبة له، فاهمني. فاحنا هنقيس نسبة التوكسيسيتي اللي عنده، وبالذات الايه البروديوس او اللي هو الانتاج يعني ايه الاكستوتوكسين، ونبتدي نقللها بسرعه. خلاص تمام. بعد كده الدايجنوز اوف الكاريرز، اللي هو تشخيص بتاع الناقل دوت الكارير، تشخيص الناقل. قال لك this is enough time to isolate the organisms. قال لك ايه، قال لك في وقت كافي لنعمل ايزوليت لعزل الاورجانيزمز، لعزل الكائن الحي الدقيق دوت in the pure culture، في مزرعة نقية، في بيئة نقية يعني and to test it، ونعمل له الاختبارات دي ونختبره يعني. تمام. it is ability to produce الايه التوكسين عشان نقلل انتاج السموم. خلاص، يبقى من الدايجنوز اللي احنا نعملها للشخص اللي عنده ديفيتيريا دي، او عملنا دايجنوز وعرفنا ان الشخص ده عنده ديفيتيريا، هنبتدي نعمل له ايزوليشن، نعزله في مكان كده خاص بيه في بيئة نقية يعني لوحده كده. تمام. ونبتدي نعمل له التستس تاني كل شويه، الاختبارات الليبراتوري دايجنوز تاني كل شويه، اللي هو حاول تحسن الاكستوتوكسين ابتدت تقل، التوكسين السموم اصلا ابتدت تقل، ابتدى يبقى في تحسن كده يعني. تمام. تمام. قال لك ايه التريتمنت بقى بتاع الديفتيريا، التريتمنت العلاج بتاعها. قال لك التريتمنت ويز الانتي توكسين، هي توكسين فاحنا هنديها انتي توكسين يعني مضاد للسموم دي. العلاج بتاعها بيكون عن طريق الايه الانتي توكسين المضاد للسموم. قال تمام. قال لك ذا فيزيشن شود نيفر ويت فور ليبراتوري ريزلت، مش هيستنى الليبراتوري طالما شك ان في حاجه مثلا، خلاص مش هيستنى الاختبارات، او هو عمل واحده واتاكد ان دي ديفتيريا، خلاص مش هيستنى، لان دي اكستوتوكسين يعني سموم خارجيه، يعني دي ايه يعني دي شديده، يعني لو عملت مرضى عند الشخص دوت هتعالجه بصعوبه جدا، ويمكن ما تقدرش تعالج الديفتيريا دي ويقعد بيها مدى حياته، ده ان ما حصلوش ديس. تمام. تمام. يبقى قال لك خد بالك من دي، ان التريتمنت بتاعه هنعالجه بالانتوتوكسين. اول ما الدكتور يكتشف كده مش مهم يعرف الليبراتوري، خلاص هيديله على طول. قال لك هيعمل له ايه، قال لك هيديله اندوتوكسين، هيديله مضاد للسموم اللي هو 20,000 ل100,000 يونت اوف الديفتيريا اندوتوكسين شود بي جيفن. يعني خد بالك من ان المصل بتاع اي بكتيريا اصلا زي ما قلت لك ان هو بيصنع من البكتيريا دي، فهم بيجيبوا الديفيتيريا مقتوله في الكالتشرال الثقافه بتاع لوفير دي، اللي هو المزرعه دي او الوسط ده هو اللي انا قلت لك خد بالك منه. فبيجيبوا الوسط ده ويحطوا البكتيريا دي، البكتيريا دي بيحصل لها ديس، بياخدوا البكتيريا دي بعد ما يحصل لها ديس بياخدوا منها الايه السموم دي، فبيحقنوها في الشخص المصاب بالديفيتيريا السليمه. تمام. فديت تعتبر انتي توكسين ليها، يعني مضادة للتوكسين اللي جواها. تمام. فديت لازم ياخدها عشان يعمل دامج للايه دامج للديفتيريا ودامج للتوكسين بتاع الديفتيريا. اهو قال لك الاندوتوكسين السموم الانتي توكسين مضاد للسموم دي هياخدها من 20,000 ل100,000 يونت، 100,000 وحدة من الديفتيريا انتي توكسين السموم الخارجية بتاع الايه السموم المضادة للديفتيريا should be given early for rapid، يعني بسرعة وكمان ايه بدري. تمام. الريفابل دامج عشان ما يعملش اي دامج. تمام. جالك زي اندوتوكسين از جيفن، يعني الاندوتوكسين دي ممكن ياخدها انترا ماسكولار وانترافينوس، يعني ممكن ياخدها عضل اولي. خلاص، يبقى ال 20,000 وحده دي او ال 100,000 وحده دي اللي هياخدها من الديفتيريا هيقدر ياخدها عادي انترا ماسكولار او الاي في اللي هو ديفتيريا انتي توكسين. تمام. يبقى لما يجي مثلا يقول لك عشان نعمل تريتمنت لشخص عنده ديفتيريا هتقول لي ايه، هتقول لي الديفتيريا انتي توكسين اسمه المضاد للديفتيريا. وايه كمان، وقال لك البنسلين المضاد ده حاجه زي الايه الاريثرومايسين لو ما عندكش، بس الاريثرومايسين بيعالج على المستوى البعيد، وانت عارف ومتاكد من الكلام ده ازاي، ان الحقن اصلا الانجكشن اصلا مفعولها قوي وسريع والكلام ده كله عارفينه يعني، فهو ما
هيقول لك ان الحل التاني لو ما عندكش الحل الاولاني هتتجه للبنسلين المضاد حيوي اللي هو الاريثرومايسين. بس ده بيقعد فتره كبيره، بيطول معاك عبال ما تتعالج، وبرضه بتقعد تاخد تابلت جراس لفتره كبيره والكلام ده. فقال لك انا افضل الانترا ماسكولار او الانترافينوس من الايه، من الانتوتوكس. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الديفيتري. تمام. تمام. نيجي بعد كده للايه، للبروبليكسز اللي هي الوقايه منه، البريفنشن يعني. خلاص. تمام. قال لك البريفنشن، الباسيف بريفنشن اللي هو الوقايه، الباسيف الوقايه السلبيه من البروكسيليكسز اللي هي البريفنشن يعني. تمام. الباسيف اللي هي السلبيه قال لك 5000 ل10,000 يونت اوف الديفيتيريا انتي توكسين. يعني نبتدي مثلا نحقن الشخص ده من 5000 ل10,000 واحد. لا، ال10,000 قليل. انت شوف احنا فوق قلنا 100,000، من 20,000 ل100,000 عشان يتعالج من الديفيتيريا. انت لو حقنته من 5000 ل10,000 لا مش هتأثر عليه. فدي هتبقى طريق باسيف يعني، طريق مجهول يعني، طريق ملوش لازمة، طريق سلبي يعني. تمام. انما الاكتيف ايميونيزيشن بقى التحصين الفعال او البريفنشن الاكتيف الفعال. قال لك باي ديفيتيريا توكسيك، بالديفيتيريا توكسيك اللي هو بارت اوف الدي بي تي. الدي بي تي فاكسيشن، الدي بي تي فاكسيشن، خد بالك من الدي بي تي فاكسيشن، الدي بي تي فاكسينيشن اللي هو الديفيتيريا بريوتيز اللي هو فاكسينيشن اند ايه، اند تنتز اللي هو الديفيتيريا بارتيوز تيونيتيز اللي هو الدي بي تي فاكسينيشن. تمام. خد بالك منه ده. ودوت لما تيجي ان شاء الله في سنة تانية تاخدوا الاطفال، هيجي يقول لك ان الاطفال في السن لسه ما كملش حوالي 8 شهور بيبتدي ياخد الدي بي تي دوت. هتلاقيه مشهور في جدول التطعيمات، هتاخد جدول تطعيمات كبير كده هيكون مهم عليك وهتحفظه يعني. فهتلاقي ان الدي بي تي ده من اول الحاجات اللي ابتدي ياخدها في اول عمره اصلا. تمام. ممكن ياخدها في الشهر التاني وفي الشهر الرابع وفي الشهر كمان. شوف يعني الدي بي تي دي مهمة بالنسبة له، بتحميه من الديفيتيريا. عشان ايه؟ عشان ما يحصلوش ديفيتيريا اللي هي ايه، الدي بي تي. خلاص. تمام. فالطريق الفعال اللي احنا نديله فاكسينيشن في عمره وهو صغير، نديه فاكسينيشن يعني الايه، الفاكسين. تمام. تمام. قال لك جيفن اهو في الانفونت اهو من 2 ل4 ل6 شهور اهو، لسه جايلها وجت مكتوبه اهي عندك، بس هتاخدها بالتفصيل في سنه تانية. انا مش عايز ادخلك في تفاصيل دلوقتي، انا عايز اخليك في دي اللي معاك. خلاص. تمام. يبقى قلنا في طريق باسيف وفي طريق اكتف عشان تعمل بريفنشن للشخص اللي معاك. الطريق الباسيف ان انت اللي هو الطريق السلبي ان انت تحجله من 5 ل10. لا احنا قلنا فوق عشان نعمله تريتمنت اصلا من 20,000 ل100,000. فخلاص لا. انما الطريق الفعال بقى في سن وهو صغير اصلا بتديله دي بي تي، تحصين الدي بي تي اللي هو بياخدها عن طريق انتراماسكولار او انترافينوس. فبياخد الحقنه دي في الشهر التاني والرابع والسادس من العمر ايه، من العمر بتاعه. خلاص. ده بالنسبه للديفيتريا وكل الكلام اللي عليه. نيجي بعد كده لايه، قلنا هنتكلم عن الانيروبيك بقى. الديفيتيريا احنا اتفقنا ان هي ايروبيك، نتكلم بقى عن الانيروبيك بكتيريا او البوزيتيف ايه باسيلاي. الانيروبيك قال لك الانيروبيك بتتكون من حاجتين وقلنا الكوليستريديا والكوليستريديوم ايه تنتيتي، الكوليستريديوم ايه تينيا. تمام. تمام. الكوليستريديا بقى قال لك ان الكوليستريديا المورفولوجي بتاعها الشكل بتاعها قال لك ان هي ايه، ان هي ستريكتلي انيروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي. احنا قلنا ان هي جرام بوزيتيف باسيلاي واتفقنا. قال لك هي عصيات لا هوائيه. خلاص. من الجرام بوزيتيف دي، من الجرام بوزيتيف باسيلاي. spores forming with are natural inhibitors of the intestinal tract of الانيمالز اند الايه اند اليوم. قال لك ان هي عم تشكل النورمال انهبيتورز. يعني ايه؟ قال لك الاسبورز بتاعتها اللي هي الاشكال بتاعتها او الحاجات اللي بتتحرك بيها، الاهداف بتاعتها يعني فورمينج ويتش ار ناتشورال انهبيتورز، يعني مثبطات طبيعيه اوف الانتستين من المعده. خلاص. اللي عم تعيش بشكل طبيعي فين، في المعده، او عم تعيش بشكل طبيعي في الامعاء الموجوده في الانيمالز، في الحيوانات وفي الهيومنز. خلاص. فعايز يقول لك ان الكلوستريديا دي مالها، ان هي انيروبيك جرام بوزيتيف، ان هي سبور بتتكون او بتثبط الطبيعي الموجود او مكانها الموجود الطبيعي فين، في الانتستين تراك، في المعده الموجود في الانيمالز والموجود في الهيومن. تمام.
تمام. نيجي بقى للباثولوجيكال كوليستيريديا، اللي هي الكوليستيريديا الايه المرضيه اللي بتسبب مرض. قال لك بتعمل ثلاث حاجات: يا اما كوليستيريديوم تينيا، يا اما كوليستيريديوم كوزنج جاز جينيريا، يا اما ايه، يا اما كوليستيريديوم ايه باوتليوم، يا اما كوليستيريديال باوتليوم. ودول هناخدهم بالتفصيل، كل واحده بالتفصيل. الكوليستيريديوم تينيا، كوليستيريديوم كوزنج جاز جانجرين اللي هي الكوليستيريديا ديت اللي هي بتسبب الغرغرينة الجازس الغازية، والكوليستيريديا الايه الوشيفية اللي هي البوتيليوم. خلاص تمام. هناخد كل واحدة بالتفصيل. قال لك اول حاجة هنبدأ بيها اللي هي الكوليستيريديوم تيني. خلاص، اللي هي الكوليستيريديوم تيني. قال لك this causative organisms of التنيشنز. يعني قال لك ان الكوليستيريديا ديت تنيشن، يعني لما تسبب اما تسبب كرامز تقلصات شديده. احنا لسه بنقول فوق انتستين اما يبقى اكيد هتعمل ايه، هتعمل تنيشن توتر في المعده، فهتعمل كرامب شديده، هتعمل تقلصات شديده يعني. تمام، هي مش مكتوبه عندك بس ده المفروض هتعمل. تمام. قال لك الباثوجينيسيس بتاعتها، المرض بتاع او مسببات المرض بتاعتها. قال لك ذا سبورز ار بريزنت، اللي هي الجراثيم موجوده، السبورز موجوده ان ذا سول. قال لك ان الجراثيم دي موجوده فين؟ ان الجراثيم دي موجوده فين؟ في السول، موجوده في التربه، الجراثيم موجوده. تمام. تمام. قال لك ذا سورس اوف السبورز از انيمال اند هيومن اكسكريت، ان الجراثيم دي موجوده فين؟ موجوده في الفضلات والحيوانات. موجوده فين؟ في الفضلات بتاع الهيومن والحيوانات، او فضلات الحيوانات والايه والبشر يعني. تمام. تمام. قال لك برودكت بوتنت اكستوتوكسين. احنا اتفقنا ان الجرام بوزيتيف كلها بتنتج اكستوتوكسين، فعشان كده احنا لازم نلحقها ونديله فاكسينيشن لو في فاكسينيشن، والكلام ده اللي انا قلته لكم من بدري. خلاص تمام. قال لك ويتش ريتش لما توصل للسي ان اس، وخد بالك دي كده دخلت في مرحله خطر شديده. اول ما توصل للسي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي السنترال نيرفوس سيستم بقى، هتبتدي تضرب النيرفوس، تضرب الاعصاب، ودي حاجه خطره جدا. فاهمني؟ تعمل الشلل وهتسبب شلل لا قدر الله، وشغلانه وحوار تاني يعني. تمام. تمام. قال لك ثرو ذا بلاد ستيم، عن طريق مجرى الدم، اند ذا نيرفوس ذات كوزز التونيك التونيك سبام، اللي هي بتسبب تشنج نشط اوف ذا جيولار ماسلز، في الماسلز في العضلات. تمام. اللي هو اللوك جيولال، اللي هو جفل الفك، بتسبب في الماسلز بتاع الفك دي. بيحصل لك كمان شلل في الفك بتاع الفم، اللي هو لا قدر الله كده بتشوف الناس البوج بتاعها ملو شويه كده، او ملو على الجنب يعني. فدي بيكون عندها الدي بي تي، او كان عندها قصدي الكوليستيريديا تانية بالذات، وما اتعالجتش منها بسرعة. هي اخذت الفاكسينيشن اي نعم، بس بعد وقت، فابتدت الاعراض تأثر عليها. خلاص. يبقى الباثوجينيز بتاعتها ان قلنا السبورز دي موجوده فين؟ موجوده في السكريت الفضلات بتاع الانيمال والهيومن. ماشي تمام. قال لك دي عم تنتج ايه ما تنتج بوتنت اكستوتوكسي، يعني سموم خارجيه قويه. ماشي. قال لك ويتش ريزز لما توصل للسنترال نيرفوس سيستم، السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي، عن طريق البلاد ستيم، عن طريق مجرى الدم. ودي عم تسبب حالات خطره جدا، اللي هي الاكستوتوكسي اللي احنا عمالين نقول عليه. تمام. تمام. جالك الليبراتوري دايجنوز بتاع التشخيصات المعمليه بقى. جالك السبيكمنت اللي هي العينات. جالك هناخد عينه من البص من الصديد، والديسشارج اوف الووند سواب، ومسحه من جرح. لو في اي جرح كده حصل له، او هو حصل له كات في مثلا في السكين، هنبتدي نعمل سواب من الايه من الووند دوت. خلاص تمام. الدايركت سميرز بقى اللي هو المسحه المباشره. قلنا الجرام بوزيتيف باسيلاي ويتش تيرمينال بوست، اللي هو درام ستيك ابيرنس، مظهر عصا الطبل، اللي هو زي عصا الطبله كده، اللي هو ايه يعني رفيع كده، اللي هو طويله وتخينه من قدام. تمام. اللي هي بيشبه الايه العصايه المسحه المباشره اللي احنا هنعملها له بتاع الجرام بوزيتيف. المسحه دي بتكون عن طريق حاجه كده، او عصايه طويله وشديده مش طويله جو، لا، اللي هي طويله لحد ما وفيها حاجه كبيره من قدام كده. تمام. الوسط بتاع الكالتشرال بتاعتها بقى. قال لك دي از دان اندر انيروبيك كونديشن، عم تتم ما فيهاش كالتشرال محدده، بس هي عم تتم في الانيروبيك كونديشن، اللي هي في ظروف لا هوائيه، يعني في بيئه ما فيهاش هوا كده، ناخدها في بيئه دراي جافه، ونبتدي نحطها في الوسط بتاعها نشوف هتعمل ايه. تمام.
ده التريتمنت بقى، العلاج بتاعها الانتي توكسين يعني مضاد للسموم، يعني هنحقنها بانتي توكسين كوليستريديوم تينيا، او هتنساها دي، هيحقنها بمضاد التسمم بتاعها بالبكتيريا دي، هنحقنها بمضاد السموم بتاع البكتيريا دي اللي هو فهمتك بنعمل ايه. بناخدها في الوسط دوت اللي هو الانيروبيك، الوسط اهو انيروبيك كونديشن. هتقول لي مش مكتوب وسط باسم عالي، لا ما فيهاش وسط، هي فيها انيروبيك كونديشن، الوسط اللي مش بيحتاج الهواء ده، تمام. يبقى هناخدها في الوسط دوت، نعمل لها كيلينج، نقتلها، ونبتدي ناخد نبتدي ناخدها بقى ونحجنها كايه، كانتي توكسين. قال لك هنحجن 100,000 يونت ار جيفن انترافينوس بقى. هنبتدي نحجن 100,000 وحده من الايه، من الكوستريديوم تينيا ديت as soon as possible to ايه، to neutralize the toxin before the ايه، the fixation to nerve cells. قال لك عشان، او هياخدها عن طريق الانترافينوس ايوه في اقرب وقت ممكن، عشان نحدد السموم دي ونحاول نقلل ايه، نقلل الضرر بتاع النيرفوس سيلز اللي هو السي ان اس. خد بالك منها، عشان لما جت حته السي ان اس قلت لك دي مهمه جدا، مهمه جدا حته السي ان اس دي، خلاص. فاحنا اول ما نعرف ان هو عنده كوليسترول تينيا، هنبتدي على طول نحقنه ب 100,000 وحده، 100,000 اي وحده من الكوليستريديوم تينيا انترافينوس على طول لو امكن بسرعه، عشان ما تعملش اي ضرر على ايه، على النيرفوس سيلز، على السي ان اس يعني، خلاص. طيب قال لك ممكن نديله انتيبيوتكس مضاد حيوي زي الايه، زي البنسلين اللي احنا شفناه، ممكن نديله ايه، اريثرومايسين يعني، خلاص. فاحنا هنديله بنسلين، او هنعالجه بنسلين. واحنا قلنا ده طريق تاني ينفع، بس ده الطريق الصعب شويه اللي احنا نسلكه صعب شويه، لان انت عارف ان التابلت بياخد وقت عبال ما يأثر وكده يعني، تمام. طيب نيجي بعد كده لتالت حاجه فيه اللي هي البريفنشن بتاعه، الوقايه منه، تمام. قال لك ان في باسيف ايميونايزيشن وفي اكتيف ايميونايزيشن برضه. الباسيف ايميونايزيشن اللي هو الطريق السلبي اللي احنا مش عايزينه، قال لك اللي هو بايل انتوتوكسين، انت تحجن انتوتوكسين من 5000 يونت بس، يعني تديله 5000، لا احنا قلنا شوف قلنا 100,000، لما تديله 5000 مش هتأثر اصلا، تمام. قال لك ار جيفن تو، جيفن تو هنديها الوندد بيرسون لشخص مصاب او شخص مجروح يعني، تمام. with no history for previous active immunization، اللي هو ما عندوش تاريخ قديم بالاكتيف immunization، ما كانش فيه او ما خدش active immunization قبل كده يعني، تمام. تمام. قال لك wounded person برضو شخص مصاب with the history of الاكتيف immunization، عنده تاريخ ان هو اخد الاكتيف immunization since more than 10 year، لو هو اخدها بعد 10 سنين فلا دي هتأثر. انما لو هو ما اخدهاش خالص، فلما نحجنه بخمسة واحد دي كلها برضه طرق ايه، غير فعالة، خلاص. تمام. يبقى تاني، يبقى قال لك ان الباسيف ايميونيزيشن التحصين السلبي اللي هو بنديله انتي توكسين سموم خارجيه، انتي توكسين قصدي مضاد للسموم خارجيه اللي هي دي اكزوتوكسين. الانتي توكسين انتي توكسين اللي هو مضاد للسموم يعني 5000 وحده دي مش هتعمل حاجه. فقال لك هنديها عن طريق ايه، يا اما وندد بيرسون اللي هو شخص مصاب بس ما خدش الاكتيف ايميونيزيشن اصلا قبل كده، اللي احنا لسه هنقولها، ما خدش الدي بي تي، فدي مش هتأثر عليه. او هو خد الدي بي تي بس بعد 10 سنين، فاكر لما قلت لك الدي بي تي بيتاخد في عمر من شهرين واربعة وستة، فدي مهمة. لو خدها بعد 10 سنين لا، بس خد جرعة قليلة. انما هيجي في الاكتف بقى هيقول لك بعد 10 سنين ياخد جرعة كبيرة، هتيجي الوقت هقولها لك، فديت ايه هتبقى عادي بالنسبة له وهيقدر يتعالج من المرض. انما لو خد جرعة قليلة لا خالص، ده مش هينفع، خلاص. تمام. ده بالنسبه للايه، للباسيف. انما بقى للاكتيف ايميونيزيشن التحصين الفعال الدي بي تي، على طول هقول لك الدي بي تي في الدرس ده بس. الدي بي تي مهم يا شباب، عشان كده قلت لكم اول ما قلت الدي بي تي قلت لك ده مهم جدا جدا جدا، وبيتاخد في كذا، ووضحته لكم الكلام ده، تمام. فالاكتيف ايميونيزيشن اول حاجه هنعملها التحصين بتاعه، هنديله فاكسينيشن بالدي بي تي، هنحقنه بالدي بي تي جيفن تو انفونت اهو ذا ايج اوف، من عمر 3 سنين لست، من 3 شهور لستة، يعني بنعجنه في الشهر الثاني والرابع والسادس، تمام. تمام. قال لك دورنج البيجنسي واثناء الحمل برضه ممكن نحقن الام بالدي بي تي ده اهو. وممكن الانديفيدوال ات هاي ريسك، والناس اللي عندها هاي ريسك اللي هم الافراد المصابين بخطوره عاليه او عندهم اصابه عاليه، فهنحقنهم بايه، فنعدهم بالانتي توكسين اللي هو ال100,000 وحدة دي بسرعة.
تمام. تمام. قال لك بوستر دوز از جيفن افري 10 سنين، اللي هو يتم اعطاء جرعه معززه، وكل 10 سنين، كل 10 سنين نبتدي نديله جرعه كبيره، عشان لو حصل له الديفتيريا بعد كده ما يتاثرش او ما يتصابش بشكل كبير. خلاص. تمام. فالاكتيف ايميونيزيشن ده اهم حاجه، والاهم اهم حاجه فيه اللي هو الدي بي تي، مهم يا شباب. خلاص. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للكلوستريديوم تيني. خلاص. نيجي بعد كده هنتكلم على الكلوستريديا جاز الجنجرين، اللي هي الكلوستريديا اللي عم تتسبب وسط الجنجرين، الغرغرينة الغازية دي. تمام. تمام. قال لك الباثوجينز بتاعتها، المسببات بتاعتها او التسبب في المرض بتاعها، ذا سبورز مي ريتش ذا ووند، اللي هو السبورز، الجراثيم عم تصل للوند، للجرح، فروم ان ايه ان اندوجينيز اوف الاكسوجينيز سورس، اللي هو من مصادر اكسوجينز او اندوجينز، يعني من مصادر داخليه او خارجيه. تمام. تمام. قال لك الديب ليكوريتد ووند ويز ايه ويز امبيريود بلاد، ان تؤدي الجروح العميقه دي، الووند ليكوريتد الديب، الجروح العميقه دي، قال لك عم تؤدي لايه؟ اما تؤدي للسبلاي ليد تو بروبير انيروبيك كونديشن، لحالات امداد الدم لظروف لا هوائيه مناسبه. خلاص. او ما تتطلب انيروبيك كونديشن، ظروف لا هوائيه اللي احنا قلناها او بنقولها من اول الدرس اهو. تمام. فور جريميشن اند مالتيبليكيشن، عشان تبتدي تتكاثر وتتكون يعني، ويعمل لها ايه، وتعمل لها فيرمنتيشن اللي هو تخمير، وتبتدي تخمر. تمام. اوف الشجر، السكريات بتاعتها، اند برودكشن لارج اماونت اوف جاز، وتنتج كميه كبيره من الجاز اللي هو ال H2 وال CO2، تنتج كميه كبيره من الغازات بتاعتها اللي هي الجنجرين الغاز، ما احنا بنتكلم عن غازات اصلا، فديت ايه، فهتنتج كميه كبيره من الغازات بتاعتها. ذات افكت الاريا بيكام تنشن، اللي هي ما تاثر على المنطقه المصابه دي بقوه. تمام. قال لك ايدوموتس، اللي هو الاديمه او الورم ده اهو. ذا كلر تشينج، اللي هو تغير في اللون، فروم بريك ريد، يعني تغير في اللون من الاحمر القرمزي دوت، تو بلاك، للاسود. تمام. قال لك بسبب الانفلاميشن اند بيوتريفيكشن اوف الديل تيشو ويز الفاول اودر ديو، بسبب الايه، بسبب البروديوشن، اللي هو انتاج غاز ايه، ال H2S، انتاج غاز كبريتيد الهيدروجين H2S. ها. كل اللي انا عايزك تعرف في الباثوجينيز مش مهم. شوف، يعني لما اقول لك كل اللي عايز تعرفه ان هو مش مهم، عايزك تعرف بس ان هي جاز، من اسمها جاز يبقى دي بتنتج غازات. الغازات دي بتعمل ايه؟ بتعمل كوليستريديا، بتسبب الكوليستريديا. خلاص. تمام. واهم الغازات اللي بتنتجها وبتسبب الكوليستريديا دي اللي هو الايه، ال H2S، كبريتيد الهيدروجين. خد بالكوا يا شباب، في محاضره قبل كده او في محاضره تانية قبل كده قلت لكم ان الباثوجينيز مش بيسأل فيها، فانا مش عايزك تركز عليها جو، بس عايزك تعرف التفاصيل بتاعتها اللي انا بوضحها لك اكتر، وبقول لك ركز على دي. خلاص. تمام. نيجي بعد كده للدايجنوز بتاع الجاز جنجرين، الجرجرين الغازيه ديت. جالك الدايجنوز بتاعتها، التشخيصات بتاعتها، هنعمل لها سبيسمنتس اللي هي عينات، ديسشارج فروم ذا ووند، اللي هو بنعمل ايه، قالك افرازات من الجرح. هنبتدي نعمل ديسشارج، يعني ناخد شويه افرازات من الووند دوت، من الجرح. تمام. تمام. قال لك هنعمل حاجتين، هنعمل دايركت، ثلاث حاجات. هنعمل دايركت سميرز فور مورفولوجي، يعني مسحه مباشره. هنعمل دايركت يعني مسحه مباشره للايه، للتشكل اللي احنا خدناه دوت، اللي هو الجرام بوزيتيف باسيلاي ويز الايه، التيرمينال اسبورز، مع الجراثيم الطرفيه ديت، اللي هو حاجه اسمها ايه، درام ستيك ابيرنس، يعني مظهر، اللي هو مظهر على درام ستيك، يعني زي ايه، زي حاجه كبيره كده فيها نغزات، زي النغزات كده. تمام. تمام. اللي هي الدرامستيك ابيرنس، مظهر درامستيك، حاجه ضخمه كده زي مثلا كرة عندك كبيره، وواحد منغزها من كل الجوانب كده. تمام. تمام. فديت اللي هي الايه، الجراثيم الطرفيه او الجراثيم الكبيره اللي بنعمل لها مسحه مباشره عشان تبان معانا. لما تعمل المسحه دي بتبان بالشكل اللي انا بقوله لك ده اهو. خلاص. تمام. الكالتشرال بقى، الوسط بتاعها والثقافه بتاعتها، قال لك ات از دان اندر انيروبيك كونديشن، بتتم في الظروف انيروبيك. تمام. تمام. ده بالنسبه للدايركت سميرز. والكالتشرال بتاعتها، الوسط بتاعها قلنا بتتم في ايه، في الانيروبيك. امال نقولها وامال احفظكم فيها ان هي انيروبيك انيروبيك انيروبيك، وقلت لكم الايروبيك والانيروبيك ركزوا عليها عشان دي تسال فيها. خلاص. تمام. بعد كده البايوكيميكال تيست، اللي هو الاختبارات اللي ايه، البايوكيميائيه. قال لك ايه، فيرمنتايزيشن اوف الشجر،
fermentation ايوه اوف الشوجر with البرودكشن اوف اللارج اماونت اوف الجاز. يعني هتعمل تخمر للسكريات، هتجيب شويه سكر من البرودكشن اللي عم ينتج كميه غاز دي او منتج كميه كبيره من الغاز، ونعمل لها تخمر، نعمل لها فيرمنتيشن، يعني نعمل لها ايه تخمر. يبقى هنبتدي نخمر السكريات بكميات كبيره من ايه من الجاز الموجوده فيها. خلاص تمام. لما نيجي نعمل لشخص اللي هو عنده جاز جنجرين دوت نعمل له تريتمنت، قال لك هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل له سيرجيكال كليننج اوف الووند. بقى هنبتدي ننظف الجرح، هندخله عمليه جراحيه ونبتدي نعمل كليننج الووند ده، ننظف الجروح وريموفال اوف الايه اوف الديد تيشو. هنبتدي نعمل ريموف للديد تيشو اللي هي الانسجه الميته. عايزك تاخد بالك من حاجه هوضحها لك بحاجه صغير كده، اللي هي ايه اللي هي مثلا شفت في حاجه قال لك الالسر، فاكر الالسر القرح؟ لما حد بيحصل له بيض ألسر، قرح الفراش، البيض ألسر ديت لو انت سبتها او ما اهتمتش بيها بتنتشر ولا لا؟ ايوه بتنتشر. بتخش لجوه ولا لا؟ بتعمل دامج في التيشو ولا لا؟ ايوه صح. هي عامله زي الألسر بالظبط، بس انا مش بشبهها لك، مش مكتوبه، بس انا بوضح لك بكده عشان تفهم. تمام. الناس اللي عندهم ألسر عميقة دول بيخشوا عمليات على طول، بيخشوا عمليات ليه على طول عشان يحاول يقلل لهم الديفيوجن، الترانسميشن، الانتقال والديفيوجن بتاع اللي هو الانتشار يعني. تمام. فعشان كده بيخش العمليات على طول، يبتدي يعمل له ايه كليننج الووند، ينظف الجرح دوت ويعمل ريموف للديس تيشو اللي هي الانسجه اللي ميته دي، يبتدي يعمل لها ريموف. ربنا يعافينا كلنا ان شاء الله، ما يصيبش اي حد بمكروه يعني. تمام. بس انا موضح له كده عشان تفهمه. تمام. تمام. قال لك الامبيوليشن مي بي نيد، اللي هو قال لك ايه قد تحتاج للايه الامبيوليشن لا قدر الله هو البتر، يعني ممكن تحتاج البتر مثلا لو كانت حاصله في الرجل وكده عشان ما تعملش جانجرين غنغرينه وتبتدي تنتشر بقى، فممكن تحتاج لايه لبتر. تمام. تمام. بعد كده رقم اتنين اللي جالك ايه هايبروبيك اوتو مي بي افاليو، يعني قد يكون الضغط العالي من الاوتو ليه قيمه. يعني ممكن نستخدم اكسجين من ضغط عالي او اكسجين بضغط كبير، ممكن يكون ايه ليه قيمه في العلاج بتاع الايه بتاع الجاز ايه جنجرين، اللي هو اصلا بيستخدموا الضغط بتاع الاكسجين ده عشان يعملوا ايه عشان يعملوا كلين للوند. يعني مش حاجه بعيده، او مش ما تفهمش ان هي حاجه غريبه يعني. تمام. تمام. بعد كده تالت حاجه قال لك ايه قال لك الانتي بوديز. بقى هو بيحط لك اخر طريق، قصدك الانتي بيوتيك، انتي بوديز دي بيحط لك اخر طريق معاك الانتي بيوتيك. ليه؟ لان احنا قلنا وما نقول الانتي بيوتيك ده هو اي نعم هيعالج بس بياخد وقت كبير. خلاص تمام. البنسلين ان هاي دوز، يعني بياخد بنسلين في جرعات كبيره. خلاص تمام. البريفنشن بقى الوقايه، قال لك اديكيوت كليننج اوف الوند، اللي هو تحاول تنظف الجروح دي بشكل كافي، الانتي بايوتكس اند ليه اند الانتوتوكسين، ويبتدي تديله انتي بايوتكس اللي هو المضادات الحيويه والانتي توكسين، وتديله مضاد للسموم دوت اللي انت هتحقنه اللي هو الدي بي تي اللي هياخده في مقتبل العمر والكلام ده كله. خلاص تمام. نيجي لاخر نوع معانا اللي هو الايه الكوليستريديوم ايه باوتليوم. الكوليستريديوم باوتليوم قال لك ان الكوليستريديوم باوتليوم دي ايه دي كوزيتيف اورجانيزمز اوف البوتاليزم اللي هو الايه اصلا البوتاليزم اللي هو التسمم الغذائي، الفود بويزنج. يعني عايزك تعرف ان هي كوليستريديوم بتحصل بسبب الفود بويزنج. تمام. انا وضحت لك اهو كل واحده بتحصل بسبب ايه، التريتمنت بتاعها بوضح لك وبقول تاني وتالت ورابع اهو عشان تفهم. تمام. تمام. اوعى تنسى. خلاص تمام. يبقى الكوليستريديوم بوتليوم ديت اللي هي ايه الفود بويزنج، تسمم غذائي. يعني الشخص دوت حصل له تسمم غذائي فعملت له ايه كوليستريوم، سببت له كوليستريوم. خلاص تمام. كانت الباثوجينيز بقى المسببات او الامراض بتاعتها، قال لك ذا انفكشن از اسوسييتد ويز الايه الكاند ميت، يعني العدوى مرتبطه باللحوم الكاند المعبأه. اللحوم المعبأه يعني اللي هي اللحوم اللي بتتعبى ديت والمجمده يعني. تمام. فديت الانفكشن بتاعتها مرتبطه باللحوم دي اللي هي فود بوزنج، يعني تسمم الغذاء، يعني تسمم من اي اكل اكلته. زي مثلا هو قال لك اشهر حاجه الكند ميت اللي هي اللحوم المعبأه او الايه او المغلفه دي يعني. تمام.
تمام. قال لك ذا سبورز ار هايلي ريزيستنس اوف الهيت، اللي هي السبورز الجراثيم اللي ليها عندها مقاومه عاليه للحراره. تمام. الكاند فود بروفايدز، الاطعمه المعلبه دي او المعبأه بروفايدد الايه الانيروبيك انفايرمنتال ريكوايرد، اما توفر بيئه لا هوائيه ريكوايرد فور ايه فور الجريمينيتيشن اوف السبورز، اما توفر بيئه لا هوائيه عشان تنتج الجراثيم دي. واحنا عمال نقول ان هي انيروبيك لما تبتدي تغطي الحاجة دي، فهنا مفيش هوا داخل، فدي بيئة صالحة جدا لانتكاثر الميكرو اورجانيزمز جواها. خلاص. فيبتدي الكلوستريوم دي تتكسر جواها وتاخد بقى وتعمل تسمم للطعام دوت، والشخص ده يبتدي يتصاب ويحصل له كلوستريوم والشغلانة. تمام. تمام. بعد كده قالك ذا فيجيتابلز فورمز جرو ذا ايه ذا بروديوس الفيتال اكستوتوكسين، اللي هو ايه؟ قالك عم تنمو الاشكال النباتيه الفيجيتيفول، اللي هو الاشكال النباتيه، وعم تنتج سموم اكستوتوكسين خارجيه على الايه دي فيتال ودي قاتله. خلاص. طيب. يبقى لما يبتدي ياكل او تنمو الاشكال النباتيه منها او على الاشكال النباتيه اكتر، لو في نباتات مثلا بتبتدي تتعلب او تحط في علب اكتر، فدي السموم بتبتدي تتكون عليها اكتر واسرع يعني، فبتعمل اكستوتوكسين اسرع، يعني بتعمل ايه كوليسترول بسرعه. تمام. بعد كده تاني حاجة اللي هي الايه البوتاليزم اللي هو التسمم بيها بشكل كبير. قالك it is a type of الفود بويزنج، برضو تسمم من نوع الغذائي اهو. تمام. but has ايه neurological manifestation no vomiting or diarrhea، يعني دوت تطور او عم يضرب النيورولوجيكال، عم يضرب الاعصاب. شوف ازاي، يعني في فود بويزنينج بيضرب المعده، اللي هو بيسبب على المعده، يعني اللي هو اللي احنا بنقوله اصلا الكوليسترول من بدري اللي هو بياخد الدي بي تي. تمام. او البوتاليزم اللي هو بيضرب ايه النيرفوس، بيبتدي يضرب في الاعصاب. وده لما يضرب في الاعصاب برضه حاجه وحشه، اللي هو برضه بنديله الدي بي تي اللي هو بيحافظ عليه عن الشلل وكده، فبرضه بياخد ايه الدي بي تي. العلاج بتاعه هو قال لك بايل ايه الانتي توكسين اللي هو مضاد للسموم. قلنا الكيزودوريد اللي بناخدها في الكالتشر في الوسط، نعمل لها كيل نقتلها ونبتدي نحقن بيها الشخص دوت عشان نعمل له تريتمنت، يعني لما اعيد وازيد فيها اهو هينتفع. خلاص. تمام. يبقى خد بالك من حته البوتاليزم، لان البوتاليزم دي مهمه وجايه في الامتحان. خلاص. ممكن يلخبطك بينها وبين الكوليسترول بوتاليزم، فهيقول لك ان البوتاليزم دوت فود بويزنينج هاز ايه هاز مثلا جاستريك مانيفستيشن، اللي هو ايه يعني مظاهر مرضيه على الجاستريك. لا دي مش البوتاليزم، دي الكوليستريوم بوتاليزم. انما البوتاليزم نفسها ديت عم تضرب او فود بويزنينج بسبب الايه او عم تسبب النيورولوجيكال ايه مانيفستيشن، اللي هي مظاهر نيورولوجية. خلاص. دي كانت اخر حته معانا في المحاضره دي يا شباب على ما اعتقد. اخر حته في المحاضره التامنه. تمام. كده خلصت المحاضره يا شباب. اتمنى تكونوا فهمتوني، بس اتمنى تكونوا فهمتوا كده، ويكون الشرح بسيط عليكم وخفيف عليكم. وان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم كده في اللي جاي واللي راح واللي جاي باذن الله يا شباب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.